لقد قررت وانتهى الأمر، سأعلنها صريحة مدوية من أخي تاتون لتصل إلى جميع أنحاء مصر والعالم. قل لهم إن الفرعون العاشق جاهز للاحتفال. ومساء الفل عليكم وأسوأ 10 مشاهد تاريخية من أفلام ومسلسلات مصرية. وخلونا نبدأ بالمركز العاشر اللي هو أقل حاجة في الغباء التاريخي للتخلف العقلي. بقى في الآخر المركز الأول النهاردة معانا مفاجأة. انت نشنجي في رمي الخنجر؟ رنجي نشنجي يا فندم. اقعد يا جعفر، خليه ينشن على عمتك. مولاي مش بتقول معلمه رمي الخنجر؟ خليك شجاع. نشن. إيه الصوت ده؟ حد يقول لنا طيب ايه نوع خامة القماش المستخدمة في العمة اللي خلاها تعمل الصوت ده؟ قول لي يا جعفر، سمعت انك قبضت على صاحب الدكان؟ ايوه يا مولاي. واعترف؟ لسه بستجوبه يا مولاي. لسه؟ خد هنا، بتستجوب مين؟ استجوب العمة اللي المفروض اتخرمت دي. جهز لي الساحة بكرة الصبح والمجرم ده يكون هناك. عمة الفنان عماد حمدي عندها قدرة على الاستشفاء الذاتي، بتلم لوحدها. ونروح في المركز التاسع لعصر تاني، عصر الحملات الصليبية مع الفنان عمر الحريري. كنوز الشر كل ما تتصوره من ثروات استولى عليها صلاح الدين. كل هذا الغنى يمكن أن يصبح ملكا خاصا لك يا ملك فرنسا. مع كامل احترامي يا مدام فيرجينيا للكلام اللي حضرتك بتقوليه، بس الشباب اللي ورا دول بيهببوا ايه؟ يعني حملات صليبية ومدعكة بتحصل وانتوا قاعدين بتهرتلوا ورا. بعد طرد صلاح الدين أن يحتاج مولاي الملك إلى نائب على عرش أورشليم في خدمة مولاي ملك فرنسا. دول جنود فرنسا رايحين يلعبوا استغماية مع البنات. انا عرفت دلوقتي الحملات الصليبية فشلت ليه، عشان دول الجنود اللي هو كان معتمد عليهم. فيليب، أبطال زمان كانوا إذا استعصى على واحد منهم حل أي مشكلة يركب حصانه ويجري بين الغابات. كلام محترم جدا يا مدام فيرجينيا. يجب أن تستمر الحرب، لابد من منع الهدنة بأي شكل، وإلا ده المفروض ملك فرنسا، يعني المفروض فارس ومغوار والكلام ده قاعد يتمحن في الحديقة. لو أننا منعنا رسل ريتشارد من الوصول إلى صلاح الدين. تعملي ايه يا مدام فيرجينيا؟ بتفليله الباروكة؟ في هذه الحالة لن يصلوا إلى ريتشارد. فرسان المعبد مستعدين لعمل أي شيء ضد من يعطل الحرب المقدسة. طب دي باروكة تروح بيها حرب مقدسة؟ ونروح للمركز الثامن وأغرب كادر تصويري شفته في تاريخ الدراما المصرية. أمرك الخان بالبحث عنه. فعملنا هذا يجب أن يعمل كل منا في ناحية. ماذا؟ أما زلت مصرا على حماقتك؟ تقريبا المصور كان متقل شوية في الفطار فريح على الأرض وهو بياخد المشهد. ولو أراد الخان أعظم الاتصال بيننا لأخبرني. أموت وأعرف المخرج والمصور كان دماغهم إيه وهو بيصوروا المشهد ده، معجبين بلغة الفنان مثلا. نحن عينان لخان يجب أن يرى بهما مثل عينيك هاتين. إيه يا عم؟ تكادان تلتصقان ومع ذلك لا ترى العين أختها. بس أنا عرفت المصور المسلسل ده الفنان علاء مرسي في فيلم الفرح. ونروح للمركز السابع معانا ومشهد جديد من العصر المملوكي. خيانة، العصر فيه خونة. احنا ما نخافش من نور الدين يا مولاي، ما نخاف من الناس اللي بتقربهم منا. تقصد ايه يا ايمن؟ انا ما حددتش حد، انا بقول الناس. تعرف الناس دول؟ وزير جعفر يعرفهم اكتر مني يا مولاي. انت بتحرجني يا ايبك. انا بتهمك. انا هحكيلك. عفارم ايمن، عفارم جعفر. الولي العثماني منسحق الهوية ده بقى بيشجع الكسبان وخلاص. جنات مكان. خد هنا يا مدلس انت وهو مش عز الدين ايبك شجرة الدر المفروض هي اللي قتلته تاريخيا. اعملوا له جنازة لي بمقامه العسكري. ايبك كان عزيز عليا. واضح انك بتحبه قوي. ونروح للمركز السادس ومشهد تاني من فيلم الناصر صلاح الدين. لو كان سيفي معي الان لما تجرأ احد على مخاطبتي بهذه اللهجة. ويتعداك انت يا صلاح الدين. اعطيه سيفا. خش. ايه ده؟ خش. خش. هيكاري كان مش شرابية. خش. لو خد المفاجأة دي عنده قدرات خارقة كمان، بيتكلم من بطنه من غير ما يفتح بقه. وايدك كده حالا بالا فعلا اعمل لنا لايك من زرار اللايك اللي تحت واشترك معانا في القناة. شوف لك فيديو او اتنين عجبك الكلام كمل، ما عجبكش يا سيدي بألغي الاشتراك كده ما بيلزقش. ونروح للمركز الخامس وخطأ تاني ما يقلش غباء عن الخطأ اللي قبله. انتخ. أنا لا أعلم شيئا عما تتحدثون. انتخ. ولا علاقة لي بتجار الفرنجة أو حتى تجار الحبشة. من هم شركاؤك؟ أنا تاجر فراخ خبر عن جد. انتخ. من الذي يحرضكم؟ انتخ. يحرضني على ماذا؟ على بيع الفراخ. فراخ.
فراخ ايه يا ابن ستوب يا استاذ، بتقول ايه؟ فراخ ايه يا ابن يعني انتوا ماشيين المسلسل كله عربيه فصحى وجت على دي؟ معلش الممثل انفعل واندمج في التعذيب شويه. كل اللي فات ده بقى كوم، والاربع مشاهد الجايين بقى كوارث. ركز معايا. المركز الرابع، خد عندك ده. إلى أورشليم. مباركة الخطوات الملك القديس لويس إلى أورشليم. آمين. ايه الاداء ده وايه المناظر دي؟ دول المفروض فرنساويين. آمين. طب ده لويس التاسع يمشي فرنساوي سيكا، لكن جوز امناء الشرطه اللي جنبه دول بيهببوا ايه معانا في الحمله الصليبيه؟ كوناردي دي مونفرات ملك ألمانيا. ويل. ونروح للمركز الثالث معانا اللي ما يقلش عبط عن اللي قبله. أقدم لكم نفسي أولا، فأنا الكون دارتوا شقيق جلالة الملك لويس التاسع ملك فرنسا. شقيق مين؟ لك منا رسالة فاقرأها وأعطنا عنها الإجابة. لا تجلس في حضرة مولانا السلطان إلا إذا أذن لك. لا يجلس ايه ده؟ يطرب من اللوكيشن كله بشنبه ده. أنا شقيق الملك وخير من أمسك السيف في بلادنا. الله في سماه، لو قعدت تقول لي انا شقيق الملك من هنا لبكره والله ما اقتنع. والله لو كان الأمر بيدي لأمرت بقطع رأسك الآن، لكن أخلاقنا تمنعنا. أوه سيدتي. أنا لست سيدتك، أنا السلطانة زوجة السلطان. بيا لا مسلسل قنبله فرنساويين. جومابيل فيليب أغسطس. أبقى ملك إيه؟ ملك فرنسا، ما أنا قلت جومابيل. ونروح للمركز الثاني معانا وحته في الفرعوني منه. ما لكما تقفان حول التمثال هكذا؟ إننا نتأمل جماله مولاتي ونقطة وداع منها. الحق أن الفنان قد أودعه قلوب منك. ولا جدال أيضا أن جمال ملكة البارع هو الذي ألهم الفنانة حتنس وفجر طاقاته الإبداعية. أتعرفين يا ملكتي أجمل ما في هذا التمثال؟ عيناك، هاتان العينان الساحرتان اللتان أسرتاني وسيطرتا علي سيطرة لا أقوى على الفكاك منها. تقريبا الباروكه طالبه معانا حنحه. لماذا تعيد نسخ قصائدك يا مولاي؟ كي أرسلها إلى الملوك والأمراء في الخارج. صحيح نسيت اقول لك، ده المفروض اخناتون بس سارق باروكه زكريا زكريا. لما أقول لك دخل. لقد ثبت أن لها تأثيرا عظيما على كل الناس، إنها تبهرهم تسحرهم. مستر اخناتون يعني معلش اسف للمقاطعه، بس يعني هي ليه تمثال نفرتيتي منظر امه كده؟ هي نفرتيتي كانت حوله. فاض على الوجود بأنواره فتغنى أخناتون بأشعاره. ده اخناتون بس جايه من العصر الباروكي. ونروح للمركز الاول معانا، ولا يستحق المركز الاول بجداره كاغبى مشهد لنابليون بونابرت مع الفنان حسين فهمي. ننفصل. لن أحقق لك هدفك. أني لا تقل إنك تحبني. إنها الحقيقة. حقيقه؟ إذا اقبلني كما أنا. مستحيل. ايه ده؟ جوزيفين. دي وضعيه الارنب المكتئب المقلوب على جنبه من الحزن. تقريبا الاستاذ حسين فهمي جه يعمل دور نابليون بونابرت بس قلب منه على الكابتن ميمي الشربيني. إنها الحقيقة. ولو ما شفتش اسوأ مشاهد حوادث من افلام ومسلسلات مصريه هسيب لك الفيديو هنا دلوقتي، ادخل شوفه فورا، في شويه حوادث تجيب جلطه. واشوفكم على خير في فيديو جديد قريب. السلام عليكم.